اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم يا رب كلكم تكونوا بخير. الفيديو النهارده يا بنات فيديو مختلف شويه. هعرفكم ازاي نعمل دقيق السبونج البيتي. هنعمله بودر وتقدري ان انت تحتفظي بيه، وبعد كده يا بنات تشتغلي بيه زي ما انت عايزه. تمام، هقول لكم هنعمل البودره ازاي بتاع الدقيق السبونج او الدقيق السبونج الجاهز العادي بتاعنا اللي موجود من المحل. اول حاجه كده يا بنات، انا معايا كوبايه الا ربع من السكر، سكر عادي حبيبات، نخلته. بعد ما نخلته طحنته، وبعد ما طحنته نخلته كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. حلو الكلام، حلو الكلام قوي. هنجيب دلوقتي ايه؟ هجيب دلوقتي الدقيق بتاعي قد ايه؟ معايا هنا كوبايتين الا ربع من الدقيق، دقيق عادي، دقيق عادي كوبايتين الا ربع. يبقى حطينا الاول كوبايه الا ربع من السكر، تمام، المطحون طبعا، ونخناه. وبعد كده جبنا ايه؟ جبنا هنا كوبايتين الا ربع من الدقيق. اهم حاجه في الوصفه دي يا بنات هي ايه؟ ان احنا ننخل الدقيق كويس، مش الدقيق بس، ننخل جميع المكونات كويس جدا. يعني كل المكونات اللي هتحط معايا في البوله دي لازم انخلها كويس جدا جدا كمان. تمام كده، خلاص نخلنا السكر ونخلنا الدقيق بتاعنا. حلو الكلام، حلو قوي لغايه كده. ركزوا كده في المقادير عشان الوصفه تطلع مظبوطه معاكم. تمام كده يا بنات، تمام. دلوقتي انا حطيت كده شويه ملح صغيره، بذره ملح صغيره خالص لا تذكر، وهنزل كده بباكت من الفانيليا البودر، مش الفانيليا السايله. ركزوا كده يا بنات، الفانيليا البودر. هنا كل مقاديري بودر. دلوقتي كمان هنزل بايه؟ هنزل بباكو من كيك شيف. تمام، كيك شيف. عايز تحط بيكنج باودر، تمام، مفيش اي مشكله خالص. انا هنزل كده باكل الكيك شيف ده كويس كده. تمام يا بنات. وكده المقادير بتاعتي كلها بتاعت الدقيق الاسبونج خلاص كده كامله. هعمل ايه؟ هقلب بقى المقادير دي كلها، هتبص تلاقي ريحه الدقيق بتاعنا هنا بقى دقيق اسبونج زي اللي بنجيبه جاهز بالظبط. تمام. المقادير دي كلها عملت لي كام يا هبه؟ المقادير دي عملت لي 400 جرام من دقيق الاسبونج. 400 جرام من دقيق الاسبونج. هحط عليهم ايه بقى؟ هحط عليهم هنا نص كوباية الا معلقة من المية، وهحط عليهم 5 بيضات، واهم حاجة هحط عليهم معلقة محسن جل. تمام. اهم حاجة على الوصفة دي هي معلقة المحسن جل، اللي بيكون الجالون او البرطمان اللي انتوا شايفينه ده، بيكون كيلو. يا اما في باكيتات منه صغيرة، الباكيتة بتعمل لها، الباكو بيعمل له يا 12 يا 15 جنيه حاجة زي كده، بيكفيك الثلاث مرات. انا دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هجيب بقى الدقيق بتاعي، الدقيق الاسبونج، وهعبيه في كيس واكتب عليه دقيق اسبونج. تمام. حابه ان انت تعملي كاكاو، تعملي ايه؟ تقومي اخده من البودر ده معلقه، تمام، وتحطي مكانها معلقه كاكاو خام، اللي هو الكاكاو الخام، اللي هو اللي بدون الغير محلى. تحطي معلقه كده محترمه منه وتقلبيه، هيديكي نفس النتيجه. هنا بقى انا هعبيه كده في الكيس بتاعي، او لو عايز تحطيه في برطمان مفيش مشكله، حطيه برضو اللي يعجبك. بس انا كنت بحطه هنا علشان اعرف ميزانه قد ايه، وصفى معايا قد ايه، وطلع فعلا مصفي معايا 400 جرام. 400 جرام بتحطيهم في حله مقاس 20، ما شاء الله اللهم بارك، بتطلع معاكي 5 طبقات محترمه جدا. على المنشار هتقصي على رقم 9، هتديكي معاكي 5 طبقات زي الفل. ده كده يا بنات مقادير دي الاسبونج بأسهل طريقة جدا. هتضربيه زي ما بتضربي دي الاسبونج الجاهز عادي خالص، مفيش اي مشكلة. تضربيه بالمضرب الكهربائي او بالعجان. تمام. هنا انا بكتب عليه بقلم جاف عادي، لان انا ما عنديش قلم من اللي هو العريض. تمام، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. عمل معايا 400 جرام من دقيق الاسبونج. تمام. هربطه بقى علشان ما يدخلوش اي رطوبة. وطبعا لازم دقيق الاسبونج ما يتحطش يا بنات على البلاط او على الرخام او على اي حاجة توصل له رطوبة. ده كده مقادير دقيق الاسبونج. اتمنى تقولوا رايكم في الفيديو بتاعي النهارده. لو عجبكم اوعوا تنسوني باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. مستنياكم منتجكم وتقولوا رايكم ايه في الفيديو. اقول لكم مع السلامه في رعايه الله.